صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين. العيد على الابواب اهو، ربنا يجعله يا رب عيد سعيد علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية اجمعين يا رب. وحشتوني قوي قوي، بتغيبوا عليا، بتوحشوني. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يومكم ابيض يا رب ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض غدوة جميلة حلوة جدا جدا، يا رب يا رب تنول اعجابكم وتتحمسوا كده وتتشجعوا وتقوموا تعملوا غدوة حلوة كده للولاد. ويا رب يا رب يا رب ألف هنا وشفا كده على قلوبنا يا رب وقلوبكم جميعا. هعمل النهاردة قلقاس، وهعمل بطاطس بالطماطم، وهعمل لحمة، وهعمل رز أبيض وبتنجان مخلل. فطبعا احنا دلوقتي يا حبايب قلبي القلقاس حلو موجود في السوق. انا بقالي كتير ما عملتهوش، فقلت للولاد ايه رأيكم لو نعمل قلقاس النهارده؟ تمام. في ناس بتحبه عندي وفي ناس ما بتحبوش، فانا عملت جنبيه اللي هي البطاطس الصينيه، بس عملتها في الحله. فانا دلوقتي بقشر القلقاس. انا حطيت الاول اللحمه على النار بتتسلق، حطيت الميه غليت وبعدين سقطت فيها اللحمه، وحطيت لها طبعا البصل والفلفل الاسود والكمون والتوابل بتاعتها، وغطيت عليها وسبتها هي بتستوي مع نفسها. بس مسكت القلقاس طبعا قطعته من غير ما اغسله الاول. قطعته، مسكت القلقاس قطعته كويس ونضفته كويس جدا، وبعدين قطعته مكعبات وايه، ما جبتش ناحيته الميه نهائي خالص. ماشي يا حبايبي. وجبت البطاطس دلوقتي، اديني بقشر البطاطس اهو. هنعملها برضو زي حلقات كده بالطماطم والبصل في الحله. بس يا رب الاكل النهارده ينول اعجابكم وتاخدوا كده فكره ان انتوا تعملوا مثلا بطاطس، تعملوا قلقاس، تعملوا رز ابيض مع اللحمه، ممكن فته مع اللحمه، وشويه لسان عصفور. بس وكان عندي بتنجانه كده في التلاجة بقالها كتير، قلت لها تعالي يا حبيبتي هعملك مخلل كده بدل ما تقعدي في التلاجة. والف هنا وشفا يا رب. فانا حضرت الحاجات بتاعه الاكله. بحب كده احط الحاجه جنبي. حطيت الطماطم، انا الطماطم اللي قدامكم دي زي ما انا كنت قايله لكم قبل كده، انا بحب اجيب طماطم بتبقى مستويه. كنت جايبه الكيلو ب15 جنيه. هي طماطم غاليه دلوقتي جدا، مش عارفه ليه، مش عايزه، وهي مش هترخص لحد العيد. بس فجبت 4 كيلو، رحت مسكتهم نضفتهم كويس جدا، وحطيتهم في الحله على النار، وحطيت لهم شويه ملح شويه سكر، وسبتهم لحد ما قعدوا ياخدوا ويدوا مع بعض. ورحت في الاخر سبتهم يبردوا، ورحت ضربهم في الخلاط، حطيت لهم شويه زيت صغيرين، ورحت حطهم في البرطمان ده. باخد بقى منه بالمعلقه، معلقه بس معلقه نظيفه، عشان البرطمان كله ايه، ما يعملكيش طبقه عفونه او يخلي طعم الطماطم يغير. تمام يا حبايبي. انا دلوقتي بقطع القلقاس اهو، هقطعه مكعبات على حسب ما انت بتحبيه، مكعبات صغننه، مكعبات كبيره. بس بتعمليه، والقلقاس سهل جدا. انت بتاخدي حبة شوربة من بتاعة اللحمة او من بتاعة الفراخ او من بتاعة البط، بتاخدي على قد القلقاس الكمية اللي انت بتعمليها. بس فانا جبت القلقاستين صغننين كده وقطعتهم مكعبات، هحطهم في الشوربة وهي بتغلي واسيبهم مع نفسهم. اطمن بقى من وقت للتاني، امسك واحدة قلقاسة كده لقيتها ناعمة في ايدي وبتنقطم كده وكويس، يبقى خلاص هو ايه. تسيبوش لما يتهري منك، عشان ما تيجي تسخنيه ما ايه ما يتهريش منك. بس وبتجيبي، انا جبت حزمتين سلق صغننين على حبة خضرة كنت مخزناهم عندي في الفريزر. تمام يا حبايبي. ومسكت السلق قطعته كده زي الخضرة، وغسلته كويس جدا 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 بالمية. انا قدامكم اهو بحط القلقاس، وهاخد الشوربة او حطيت له الشوربة واحطه على النار. تمام يا حبايب قلبي. بس والحلة دي انا هعمل فيها البطاطس. انا هحمر بصلايه كده او بصلتين صغننين، وعليهم حته تومه بس. والصلصه جاهزه عندي. بحط البطاطس بعد ما قشرتها وغسلتها وقطعتها حلقات، هحطها في قلب الحله، واروح حاطه عليها الصلصه مع الكمون مع الفلفل، البهارات اللي انتي بتحبيها والملح. بس وكده البطاطس خلصت والقلقاس خلص، ناقص السلق ان شاء الله. السلق، نرجع بقى للسلق، بنعمل ازاي السلق؟ انتوا بتعملوه ازاي؟ قولوا لي يا حبايبي.
انا عن نفسي بعمله ازاي، بقطعه حتت صغيرة زي الخضرة، وبجيب طاسة وبحط عليها سمنة او زيت كريستال او اي نوع زيت نضيف تطبخي بيه بس، وتحطي توم معاه وتسيبيه بقى لحد ما ينشف. بتروحي وتيجي عليه تقعدي تقلبي فيه لحد ما تلاقي السلق في الطبق يعني قل خالص كده، قل ولونه لون بقى مايل كده يعني الخضار بتاعه انطفى شوية. بس بتعرفي بقى ان هو استوى لما تلاقي السلق نشف كده منك في قلب الطاسة هو والتومة. تروحي جايبة هون كويس كده، الهون اللي بتدقي في التوم، تروحي دقة السلق منعماه وبتروحي حطاه على القلقاس بس، وخلص القلقاس. ممكن تعملي له تومه تاني لو حاسه ان التومه قليله، ممكن تعملي له زي عادي زي الطشه. انا عملت طشه، حطيت منها على البطاطس وحطيت منها تاني على السلق. ادي برطمان الطماطم، بصوا تحفه 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 دولت، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي يا رب. دولت كانوا 4 كيلو طماطم، انا سبتهم على النار اتسلقوا خالص لحد ما تركزت معايا، ورحت ضربها في الخلاط وحطيتها في البرطمان، وخليت كام قطايه طماطميه كده ناشفين. ممكن اقطع قطايه جنب حته جبنه، حبه سلطه صغننين كده جنب الاكل. بس انا النهارده جنب الاكل ده هقلي البتنجانه اللي انا وريتها لكم وقلت لكم عليها. بصوا صينيه او حله البطاطس دي، انا بحب احط يعني عصره ليمونه او نقطه خل، بتودي البطاطس في حته تانية خالص بس. وزودتها كبشه شوربه وزودتها حبه ميه وهي بقى تستوي مع نفسها بس. وهنعمل شوية رز أبيض، يعني أنا بعمله برضو بحبة شوربة على حبة مية وفلفل أسود وملح بس. ده الرز الأبيض اللي أنا بعمله بس. وزي ما اتفقنا حبايبي، طول ما احنا واقفين في المطبخ ايدينا فين؟ ايدينا في المواعين، أي طبق أي كوباية أي معلقة أول بأول كده نغسلهم بحيث نخرج من مطبخنا واحنا بنتغدى يبقى مطبخنا نظيف. تمام يا حبايبي؟ بس انتوا وحشتوني جدا جدا، وانا بفرح بالفيديو لما بصور وبسجل معاكم والله. ونفسي القناة يا رب تكبر، يا رب القناة تكبر بيكم، ونفسي تحطوا اللايك وتدعموني وتشجعوني عشان انا اعمل فيديوهات كتير، ويا رب يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. بدأتوا في روتينات بتاعت العيد؟ عملتوا ايه؟ نظفتوا الشقة وغسلتوا السجاجيد ونظفتوا الدنيا ولا لسه؟ مين ما بدأش؟ انا هبتدي ان شاء الله، هبتدي معاكم، هبتدي اعمل اوضه اوضه كده، وبعدين نبقى نعمل الريسبشن، وبعد كده نعمل المطبخ والحمام كده نعملهم مع بعضينا ان شاء الله باذن الله. يا رب يجي العيد على خير يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويجي بالستر وبالخير وبالبركه. انا دلوقتي حطيت الطاسه فيها حبه الزيت وهقطع البتنجان عشان نعمل ايه؟ بتنجان مخلل، حته تومه على طماطمايه، حبه فلفل اسود، حبه كمون وليمونه وحبه خل بس. بتحطيهم بقى في الطبق وبتتبلي بيهم البتنجانه بعد ما بتقليها. وانا حاطه دلوقتي السلق اهو قدامكم في الطاسه على النار، سايباه لحد ما ينشف. انا كده اكلي كله الحمد لله يعتبر على السوا خلاص، هو كده بيستوي. تمام يا حبايبي؟ يا رب يا رب يا رب يرزقكم ويكرمكم ويجعلها أيام خير وبركة يا رب. الدنيا بقت غالية جدا، والأسعار بقت غالية غالية جدا، ومحدش عارف يعني الدنيا هتعمل ايه فينا بعد كده. يا رب يهونها علينا وعليكم يا حبايب قلبي يا رب. احنا نحاول ننظم نفسنا، ننظم بيوتنا، ميزانيتنا نحافظ عليها، ونحاول نوازن بين احتياجاتنا واحتياجات البيت واحتياجاتنا الشخصية، احتياجات ولادنا. لازم نحط لنفسنا نظام علشان نقدر ان احنا نعدي الفترة الصعبة والغلاء الفاحش القوي ده. بس احنا قدها ان شاء الله يا حبايبي، بالدعاء كده وبركة ربنا، وتقولي دايما يا رب يا رب بارك لنا في رزقنا ورزق ولادنا ورزق جوازنا ويبارك لنا في صحتنا وفي عافيتنا يا رب. ان شاء الله كل حاجة هتبقى زي الفل بإذن الله، مش هنشيل هم لأي حاجة. هي الحياة ان انت تعيشي مبسوطة
وتعيشي سعيدة وما تكدسيش حاجة فوق دماغك، وهي كده كده الأيام بتعدي. يا رب تعدي عليكي وعلينا على خير يا رب. نعمل اللي يقدرنا عليه ربنا، واللي متوفر معانا نمشي نفسنا بيه. مفيش داعي ان احنا يعني نضايق نفسنا، مفيش او كده. لا، اللي موجود يا حبايبي نمشي، هنلاقي ربنا يزود لنا البركة في البيت وفي الرزق وفي الاكل وفي الشرب وفي كل حاجة حوالينا. ربنا يبارك لنا فيها يا رب. بس بالصبر كده وبالتعامل بالراحة، وكل حاجة نعملها بالعقل علشان نقدر نعدي اللي احنا فيه ده. يعني بجد الدنيا بجد غليت بشكل يعني ليه كده؟ ليه كل حاجة بتغلى؟ يعني حتى الفراخ بيقولوا عليها مش كويسة الأيام دي، يعني زي ما بيقولوا. الله أعلم ده حقيقي ولا مش حقيقي. بس يعني ربنا ينجينا وينجي ولادنا يا رب من أي حاجة وحشة. حبايب قلبي يا رب ما تشوفوا أي حاجة وحشة في حبايبكم ولا في نفسكم ولا في اللي حواليكم أبدا، أنا وانتم يا رب. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب ببركة سيدنا النبي تطرح لنا البركة في حياتنا وفي عيشتنا وفي رزقنا ورزق ولادنا. اللهم أمين يا رب يا رب. اللهم أمين. بس حبايبي، فأنا بقول لكم مشوا دنيتكم وما تصعبوش على نفسكم أي حاجة، واليوم بيعدي الحمد لله. أي لقمة في البيت الحمد لله بتأدي الغرض وبتتاكل، ونقول الحمد لله ونحمد ربنا. هنلاقي الرزق كده والبركة هلت علينا بحمد ربنا وبرضاه. يعني احنا نرضى كده باللي ربنا قسمه لنا وبكل حاجة ربنا بيديها لنا، وان شاء الله ان شاء الله كل حاجة هتبقى بخير وهتبقى كويسة حبايبي. تمام. بس يعني هما لما قالوا الفراخ فيها حاجة ومش كويسة وما تاكلوش فراخ مش عارف ايه، راحوا غلوا اللحمة. يعني اللحمة كانت مثلا ب430 ب440، اللحمة بقت ب500 جنيه. يعني ليه انتوا مثلا حاجة مش كويسة فالناس هتتجه لحاجة تانية؟ ليه بتغلوها؟ يعني ليه؟ السمك برضو، يعني السمك ب100 جنيه البلطي، والماكريل ب220 و250 يعني، والمكرونة ب150. الأسماك برضو غالية، بس اهو هنعمل ايه؟ هنمشي نفسنا باللي موجود وباللي معانا، وربنا يطرح لنا البركة يا رب. احنا بس زي ما انا قلتلك قبل كده، انتي خدي مصروفك وقولي الحمد لله، وقولي يا رب بارك لي فيه. هتبصي ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيبارك لك فيه، بس بالنظام وبالعقل كده. توفري كده مع نفسك وتشوفي احتياجات بيتك كده بالراحة، واللي نجيب الحاجات الأساسية، الحاجات اللي بيتنا بيحتاجها كل يوم. ما نجيبش حاجات احنا مثلا مش محتاجينها او كده، لا نجيب احتياجاتنا. انا عارفة ان انتوا دلوقتي الحمد لله، انا ولادي الحمد لله يا رب الحمد لله خلصوا معايا، بس بنوتي صغيرة في تالتة جامعة. فالله يكون في عون اللي معاهم أطفال لسه صغيرين في الابتدائي وإعدادي وثانوي. ربنا يا رب يقويكم عليهم ويرزق أبهاتهم برزقهم يا رب يا حبيبتي، وما يحملك همهم أبدا، وينجحوا وتفرحي بيهم يا رب. فانت حاولي تعملي كل يوم وجبة اقتصادية. يوم وجبة فيها بروتين، لحمة أو سمك أو تونة أو بيض ورز بعدس. تحاولي كده بحيث ان انت تقدري تمشي فترة الامتحانات دي والدروس والملازم. انا عارفة المصاريف بتبقى كتير جدا، انا عارفة. ان شاء الله ربنا يا رب يبارك لك في رزقك يا حبيبتي ورزقنا يا رب، وان شاء الله هينجحوا وهتمشي ونشوفهم زي ما احنا عايزين يا رب. اللهم امين. بس انتي خدي مصروفك وقومي ورقة وقلم كده واكتبي انا النهاردة انا هعمل كذا كذا كذا، هحتاج كذا كذا، وتعملي الاكل يا حبيبتي. يعني ما تعمليش اكل كتير ويفيد منك لا، اعملي الاكل اللي يكفيكي غدا. ولو ولادك بيتعشوا من نفس الغدا اللي اتغديتوا منه عادي يعني، زودي ما فيش مشاكل. لكن لو هم بيتغدوا بس وما بياكلوهوش تاني، لا اعملي بقى على قد الغدا بس. وبالليل بنمشي الدنيا، يعني سندوتش جبنة، كيكة وكوباية شاي بلبن كده، والدنيا بتمشي الحمد لله. بس فيا رب يجعل بيوتنا كلها عمرانة يا رب بالخير. انا دلوقتي الحمد لله عملت كل الاكل اهو،
طبقته وهو بيستوي خلاص على النار. ففي شوية مواعين كده قلت ايه اخلص منهم عشان الحوض بتاعي يبقى فاضي ويبقى نظيف. تمام، زي ما انا قلت لكم حبايبي، ما نخليش حاجة من ورانا عشان نسهل على نفسنا. وراكي ابنك عايزة تراجعي له، بنوتك عايزة تذاكري معاها، ما يبقاش وراكي هم في المطبخ وهم في الشقة وهم في الغسيل وهم. لا لا لا، انتي تنظمي حاجتك كلها وتخلصي منها، بحيث تدي وقت برضو لولادك، تقعدي تراجعي معاهم، تقعدي تذاكري معاهم، بحيث الدنيا تبقى خفيفة عليكي يا حبيبة قلبي. تمام. ما تنسوش تحطوا اللايك، اللايك بتاعكم بيشجعني وبيحفزني وبيخليني يعني استمر، فشجعوني ودعموني. وانا بحبكم جدا جدا والله من غير اي حاجة. وانتوا بناتي واخواتي وولادي وصحابي وحبايبي. ربنا يديم بينا يا رب المعروف يا رب، اللهم امين. ويخليكوا ليا يا رب. بس بصوا خلصت كل حاجة اهو، خليت الحوض نضيف زي الفل، ما فيهوش اي حاجة. بس حبايبي انتي بقى لما القوطة تهدى شوية، هاتي قوطة. القوطة خلتنا نحرم ان احنا ما نفرس، يعني عرفتنا قيمة التفريز بجد. طماطم، الطماطم السنة دي عرفتنا قيمتها. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله اول ما ترخص نجيب حبة كده محترمين ونفرزهم ونرميهم في الفريزر. بصراحة اي حاجة في الفريزر يا جماعة بجد بنفرزها بتنفع. ايه رأيكم؟ بصوا في الاكل بتاعنا، اللحمة اهي. انا كنت جايبة نص كيلو لحمة انتركوت، فبحب اشوحه، بس النهاردة قلت اسلقه واطبخ عليه احسن. وده القلقاس بتاعنا. انا دلوقتي بطش التومة، لا طشة التومة دي اللحمة بحمرها، بحمر معاكم اللحمة اهي. يا رب يا حبايبي الفيديو بتاعي يكون بيعجبكم وينول اعجابكم. ولو في اي حاجة هي مش بتعجبكم انتوا قولوا لي برضو في التعليقات. لو في اي تعليق او اي حاجة على اي حاجة في الفيديو قولوا لي عادي، انا بتقبل يعني. وما فيش عادي، احنا بنتعلم من بعضينا. ومهما الواحد كبر برضو بيتعلم، يعني مهما كبرتي انت بتتعلمي من غيرك. انا في حاجة مش عارفة اعملها، ممكن اشوف واحدة زي مثلا كده انا بتفرج عليها، يوتيوبر برضو او بلوجر، انا ممكن بتعلم منها حاجة. ما فيش اي حاجة يعني عيب او حرام، احنا كلنا اخوات وكلنا بنتعلم من بعضينا، وكلكم ولادنا وحبايبنا حبايبي. انا الرز اهو، بص الرز قدامكم، الرز الابيض خلصته واللحمة بتتحمر وانا بغرف معاكم دلوقتي. بس ان شاء الله ان شاء الله الفيديوهات الجايه هعمل روتين في اوضه الولاد. نفسي امسك الاوضه كده، ايه هي لونها ابيض، نفسي اجيب كده لاكيه او اجيب حاجه من بتاع البويه، ان انا ايه ادهنها، اخلي الابيض بتاعها ينور يعني. هدهنها معاكم وهنضف برضو تحت السراير وهنطبق الدواليب مع بعض. هنعمل كده روتينات زي العسل مع بعض ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه. انا غسلت السجاجيد امبارح الحمد لله. انا عندي سجاجيد بتاعت الريسبشن صراحه، ما عنديش مكان كبير ان انا اغسلها، فبوديها المغسله. لكن باقي السجاجيد اللي هي بتاعت الاوض والطرقه والمطبخ وكده انا بغسلهم بنفسي. والله امبارح كان نفسي اصور معاكم وانا بغسل، بس ما عرفتش والله، يعني ايه الوقت خدني وكده. فالحمد لله الحمد لله انا غسلت السجاجيد كلها والمشايات الصغيرة وهي دلوقتي نشرتها وبتنشف. فالفيديوهات اللي جاية ان شاء الله بإذن الله هتبقى روتينات لتنظيفات العيد. اتفرجوا عليا وحطوا اللايك وشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات تانية يا رب تعجبكم يا حبايبي. دلوقتي احنا غرفنا الاكل اهو، حطينا رز وقلقاس وبطاطس والبتنجان واللحمة وعيش. الف هنا وشفا. حطوا لي اللايك يا حبايبي، ما تنسوش اللايك من ايديكم، وانا بحبكم جدا جدا جدا. ويا رب يا رب قناتي تكبر بيكم. وانا اسفة لو انا يعني في حاجة ممكن مش بتعجبكم في الفيديو، انا اسفة عليها. وان شاء الله مع الوقت هنطور طبعا من نفسنا. حطوا اللايك حبايبي.